رسالتي موجهة لكل إعلامي شريف، رسالتي موجهة لكل إعلامي شريف بذل عمره وجهده وبذل أياما من حياته وسنين طالت وهو مجرد بوق لهذا النظام. حسبنا على هذا النظام، ورغم هذا كله عانى كل إعلامي مما لم يعانيه أحد على وجه هذه البسيطة. محرومين من مستحقاتهم المعيشية، مرتباتهم سيئة، نشرات أخبارهم نقعد بالساعات 3 نشرات أخبار، يعني رقم قياسي عالمي نقدم فيه يعني كل حركة يخطوها أي مسؤول لا يجب علينا أن نتحدث عنها في هذه الأخبار. 3 ساعات ب800 ريال، يعني لا أدري من أين أتت لهم هذه المستحقات، لكن حتى لو ساومونا وحاولوا أن يصلحوا أوضاعنا نحن في المحطة الأخيرة توقفنا وحان الوقت أن نقول لا، يكفي. وعلى مدى هذه السنين رفضنا كل العقود التي قدمت لنا من قنوات يعني لها مقدارها ولها وزنها في الوطن العربي. لعل وعسى أن تتحسن هذه القناة، قنواتنا اليمنية، وأضيفت لها مجموعة أخرى وكانت أسوأ مما هو موجود وأسوأ مما هو حاصل. للأسف الشديد تفتقد إلى المهنية، تفتقد إلى الحرفية، تفتقد إلى كل قواعد وأسس العمل الإعلامي الشريف القائم على المصداقية والشفافية وإيصال الرسالة بصدق وأمانة إلى كل متلقي على وجه هذه البسيطة ومن يشاهد قنواتنا.